لو مش متابع تعال اقول لك اللي فايتك. التيك توك النهارده 18 وبكره 19 يناير يعني، بس طبعا امريكا متاخره عننا ب7 ساعات، ففي احتماليه ان التيك توك يتحظر في امريكا. طبعا ده ممكن يكون له ارهاصات كده، او يعني جذور، ان مثلا في انتهاء ولايه ترامب الاولانيه حاول ان هو يخلي ان تيك توك يبقى في نوع من انواع الولايه الامريكيه عليه، يعني يبقى مثلا تتشرح حصه منه ان هو مثلا يبقى تحت اداره من مارك زكربيرج. ان هو يشتريه او يديره في امريكا. وترامب مشي والدنيا وقفت شويه، لكن في القاده بقى او في المحكمه يعني في امريكا احتمال ان خلاص ممكن تيك توك يتشال من الابلكيشنز بتاعت مثلا جوجل بلاي والاب ستور اللي هي متاجر التطبيقات يعني، او ان هو خلاص ما يبقاش مسرح ليه ان هو يشتغل في امريكا. طب امريكا بتعمل كده، بتقول كده ليه؟ تقول لك، وده كان ايام ترامب يعني من 4 سنين اتقال ان ازاي يبقى الصين اللي هي مالكه لشركه بايت دانس، او ان بايت دانس يعني مش الصين اللي مالكه، يعني بايت دانس الصينيه، ازاي ان الصين او شركه صينيه يبقى عندها مثلا بيانات وتفضيلات واهتمامات والتاثير على اراء مثلا كانوا ساعتها مثلا 60 مليون طفل مثلا ومراهق امريكي. طبعا اكيد العدد زاد مع الوقت وكده. لا طب يا امريكا، طب ما انتوا معاكم سناب من اول بقى فيسبوك واكس ويوتيوب لحد سناب شات وثريدز والدنيا كلها، يعني بياناتنا وتفضيلاتنا واهتماماتنا وارائنا وحكاياتنا واسرارنا والسيرش بتاعنا وبنحب ايه وبنكره ايه وزعلنا مع مين وقلنا ايه في الفويس سيرش وكلمنا مين في تشات جي بي تي. كل ده معاكم، ده مش مشكله، بس الصين ما بقاش معاها. فطبعا الامريكان نفسهم عملوا حاجه غريبه جدا بقى، يعني تحس ان هو ايه، رفض وتحدي كده. هو الجنريشنز الاصغر بقى اللي هي المحبه للتيك توك، الجن زي والجن الفا الشهيرين يعني، ابتدوا مثلا يروحوا لتطبيق كده اسمه ريد نوت. هو تطبيق صيني والكلام اللي جوه بالصيني، وعارف بيفكر بالصيني وبيتكلم بالصيني كده، بس هم ايه، كانه نوع من ان هم بيروحوا يعني رافضين القرار. هم يعني التيك توك بالنسبه للاجيال الصغيره وبالنسبه للشباب والمراهقين والمراهقات يعني والاطفال والطفلات حاجه مهمه جدا. ماذا ستسفر عنه بقى ايه القضيه في 19 يناير اللي هو بكره؟ مش عارفين. فهل بايت دانس مثلا هتبتدي ان هي يقول لك ممكن ايلون ماسك يعني يدير، ممكن ان طب نعمل حاجه، يعني اكيد ممكن يبقى في موائمات وممكن يبقى في مده او مهله مثلا ان الموضوع ممكن يطول شويه لحد ما يتاخذ او يعني يبت او ايه يتم اتخاذ قرار مثلا لصالح او ضد بقى ان التطبيق يفضل موجود. طبعا هو التيك توك اصلا عامل دوشه في العالم كله، هو التطبيق الاكثر انتشارا والاكثر اثاره للجدل والناس اللي جواه اكثر اثاره واثاره للجدل كمان في نفس الوقت، بالافكار والتحرر وصناعه المحتوى من الجمهور، اللي هي فكره اعلام الجمهور اللي واضح جدا ان هي مسيطره دلوقتي على العالم كله. 19 يناير جاي، يا ترى تيك توك هيبقى مش موجود في امريكا ولا لا؟ واحنا طبعا بالنسبه لنا يعني لا، احنا الموضوع مختلف عندنا تماما يعني. اذا عجبكم الفيديو ممكن ناخد فكره عن بقيه الفيديوهات، تسعدني جدا متابعتكم. كان معاكم تامر المغازي، سلام عليكم.